الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل يقول: أنا السيد أحمد المقيم ببلدية الحمادنة ولاية غيليزان. يقول: سيدي إنني أعمل موظفا بالتناوب، أقيم بمنطقة ريفية، والدتي معي في البيت. نظرا للراتب الشهري المتوسط قررت في نفسي أن أقوم بتربية العجول والخرفان وإعادة بيعها بعد مدة، أي عند السمن. والدتي لم تكلف نفسها عناء تجاه ذلك. واش كنت تستنى أنت لما تقول والدتي لم تكلف نفسها عناء تجاه ذلك؟ واش كنت تكلف يا واش تقصد؟ يعني تجي تعاونك تربي معك البقر، تجي تسمن لك الفراد؟ هو الأكيد أن والدتك، قلت لي في الرسالة اللي قريتها عمرها 80 سنة. من المؤكد أن الوالدة نتاعك لا تكلف نفسها عناء، تريح وانت تخدم وتربي البقر والثيران والنعاج والمعيز والخرفان وتنفق عليها وتدللها وزيد تبعتها للعمراء. إلا أنها رفضت ذلك العمل. زوجتي هي من تقوم بالأشغال عند غيابي عن البيت ومزاولة وظيفتي، لكني تعمدت مواصلة ذلك. سيدي، هل هذا من العقوق؟ وهل أواصل أم هل أتوقف؟ حاول أن تفهم يا سي أحمد. إذا كان هذا العمل لا يؤذي أمك، إذا كان التربية نتاعك للبقر ما تأذيش الأم، يعني في الريحة نتاعها، في البراز نتاعها، يعني في كل شيء، فلا شيء عليك. لأن يماك 80 سنة ولعل هي ما لا تدرك الضنك تاع المعيشة اللي راك فيه انت، وعندك زوجة وإنفاق، وانت قادر. والعلماء قالوا: ولم أرى في عيوب الرجال عيبا كنقص القادرين على الكمال. المهم، إذا كان البيت تاع يماك لا يتأذى من تربية العجول والأبقار ولا يشغلها في شيء فلا شيء عليك، اعمل إن شاء الله، لأن يماك كبيرة وما هيش تعرف. وأما إذا كان يأذيها، راك مربي لها البقر في الصحين تاع الدار والريحة والعياط على البقر ويتضاربوا بيناتهم والعجول والمعيز إذا كان يماك تتأذى فهذا من العقوق، لأن يماك 80 سنة الآن بقى لها تريح وتسبح وتصلي حتى تلقى الله وتكون سعيدة بولدها وسعيدة بزوجة ولدها. مالا إذا قادر أنت تنقل الأبواب، يعني تفتح باب على برا وتبعد الأبقار نتاعك فافعل. إذا كان الأمر واسع ويماك بعيدة عن هذا، وإنما برك ما يشحبها، لأن ما يشحبها تشوفك مع البقر ومع الأتعاب هذه، فاعمل ولا شيء عليك إن شاء الله ونيتك حسنة.